هل فعلا في حاجة اسمها علم التنمية البشرية؟ وهل هو علم حقيقي أم مجرد وهم ونصب بيتم إخداع الناس بيه؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم الأول نعرف يعني إيه تنمية بشرية. المصطلح ده أو التنمية البشرية معروف من فترة طويلة ومازال موجود لحد دلوقتي، وغالبية الناس بعد انتشار ما يسمى بعلم التنمية البشرية انقسم الناس بين مصدق للعلم ده ومؤمن بيه وبإنه سبب لتغيير حياته، وناس تانية مقتنعة تماما إنه مجرد نصب واحتيال على البشر. وبعد ما تسمع الفيديو ده للآخر انت اللي هتحكم بنفسك هل هو علم حقيقي أم مجرد وهم. وعشان تعرف تحكم على التنمية البشرية لازم أسألك سؤال، وخاصة لو انت مؤيد للتنمية البشرية: هل أحدثت التنمية البشرية أي تغيير أو فارق كبير في حياتك؟ كتير منكم هيقولوا أيوة طبعا، وأنا واثق من كلامك وما بشككش فيه، ولكن التغيير فعلا والتحفيز اللي حصل لك ما كانش سببه التنمية البشرية نفسها، بل إنه عدة عوامل أهمها إنكم مهيئين عقليا إنكم تتقبلوا الكلام ده. والشيء الأهم والأساسي إنك سمعت مجرد حاجة حفزتك وتأثيرها بيتلاشى مع مرور الوقت، زيها بالظبط كأنك شفت فيديو تحفيزي وحمسك فعلا إنك تبدأ، وبعدها تأثيره بيبدأ يتلاشى وصولا للعدم. وعشان كده أنت كمؤيد للتنمية البشرية لو سمعت أي حد بيقولك إنها وهم ومجرد نصب ومفيش حاجة اسمها علم التنمية البشرية، هيكون ردك عليه مش لطيف، وهتقوله انك شخص مش عايز ينجح ولا تطور من نفسك. ولكن خليني انا اسألك سؤال: لو التنمية البشرية هي علم حقيقي فعلا، فين الجامعة اللي بتدرسه؟ وفين المناهج والكتب الموثقة للعلم ده؟ لانه لو علم حقيقي لازم يكون ليه كتب موثقة فعلا وجامعات بتدرس العلم ده. والاجابة بكل وضوح وصراحة انه مفيش جامعة بتدرس حاجة زي كده، ولا حتى اقسام في الجامعات ليها الاسم ده. والمصطلح ده هو مصطلح وهمي الناس خدته كسبوبة بيكسبوا منها ويلعبوا بيها في عقول الناس. لو بصيت للكتب اللي اتعملت في المجال ده سواء أجنبية أو عربية، وحتى الدورات والمحاضرات كلها نفس المحتوى ومفيهاش أي شيء مميز، هتلاقي إن كل اللي بيتكلموا فيه هو عبارة عن إزاي تحقق أهدافك في الحياة، وإزاي تصبح إنسان ذو قيمة بين الناس، وإزاي تخرج الطاقة السلبية وتكون إنسان ناجح في حياته. ولكن هل فعلا في شخص حياته اتغيرت أو اتحسنت؟ والإجابة لأ بكل تأكيد، لأنهم مش بيدوك حل، لأ هم بيشحنوك ويخلوا عندك طاقة كبيرة للتغيير مش حل واقعي، وفي فرق كبير بينهم. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن التنمية البشرية بدون ذكر إبراهيم الفقي، رائد التنمية البشرية واللي نقلها لينا وللعالم العربي كله. إبراهيم الفقي حسب موقع ويكيبيديا فهو حصل على الدكتوراه من الميتافيزيكال أو علم الماورائيات من جامعة ميتافيزيكال في لوس أنجلوس. لكن لو بحثت هتلاقي إنه مفيش أصلا حاجة اسمها علم الميتافيزيكال أو الماورائيات، ومفيش جامعة اسمها كده ولا موجودة في لوس أنجلوس أصلا، بل هي مجرد مؤسسة أو مكان للتدريب مش أكتر. وقدر إبراهيم الفقي إنه يعمل شعبية كبيرة وضخمة جدا خاصة بين الشباب اللي آمنوا فعلا بالكلام اللي بيقوله وسلموا عقولهم وتفكيرهم ليه. بل والأخطر من كده كمان هو اللي حصل بعد وفاته. أي شاب من الشباب دول اللي ملوش أي هدف في حياته بدأ يكون مدرب تنمية بشرية ويضلل عشرات بل مئات الناس وراه مستندا على اللي جاء به إبراهيم الفقي من علوم. ولو افترضنا أن التنمية البشرية هي شيء ضروري في الحياة واتضح أنها كارثة بيتلعب بيها في عقول الناس، فهل في حاجة حقيقية ممكن إنها تساهم في تسيير الحياة بشكل أفضل؟ الحقيقة إنه في كتير من الحاجات دي من غير ما نسلم عقولنا لأي حد، زي إنك تحاول تفرق بين تطوير الذات والتنمية البشرية. ولو سمعت أي حد من اللي بيتكلموا في تطوير الذات اتجه بحاجات مصطلحات زي الطاقة السلبية والإيجابية أو البرمجة العصبية واللغوية، أو حتى بيعرف نفسه إنه مدرب تنمية بشرية، فابعد تماما عن الحاجات والمصطلحات دي، لأن كل ده هو عبارة عن وهم ونصب. الخلاصة احنا فعلا عايزين اللي ينصحنا ويوجهنا للطريق الصح، لكن بطرق عملية وفعلية، مش مجرد كلام ووهم وخرافات لا تمت للعلم أو الدين أو الواقع بأي صلة. ولازم ما تسلمش عقلك ووعيك لشخص أو لعلم مش حقيقي، وحاول انك تستوعب ان مفيش نجاح او وصول للهدف او اي حاجة انت عايزها في حياتك بسهولة، لازم تتعب وتجتهد عليها عشان توصل لها. كان معكم محمد صلاح، سلام عليكم.